بالنسبة للمغادرة من الجمرك الليبي يا جماعة، ناس كتير سألتني في الفيديو اللي فات، بتدفع كام في الجمرك الليبي مغادرة. بص يا جماعة، 200 دينار بس اللي بتدفعهم في الجمرك الليبي، بتدفعهم مغادرة 200 دينار بس، ما بتدفعش أي حاجة تانية. ولو معاك جواز بتختم من الجمرك قبل ما بتطلع. لو انت رايح تهريبة ما بتختمش ولا حاجة، بيدوك وصل كده بتعدي بيه. تمام. السيارة من بنغازي لغاية الجمرك بتاخد 300 دينار وبتدفع 200 دينار مغادرة، يعني كده 500 دينار. انما الجمرك المصري بتدفع فيه 130 جنيه وصول، و100 جنيه بتاعة المحضر اللي هي بتتعمل لك لو انت رايح تهريبة، و20 جنيه تصوير ورق. بس ما بتدفعش اي حاجة تانية لا في الجمرك الليبي ولا في الجمرك المصري، غير اللي انا قلته لك ده. ولو انت معاك شنط وكده فبتسيبها بره في الامانات، بتدفع عليها على حسب، بتدفع على كل شنطة 45 جنيه مصري. ده في الجمرك المصري بس.